انا دايما طبيعتي لما بحب اعمل حاجه بحب ادرسها حلو قوي وبحب اعملها بشكل مختلف. غرفه العمليات نفسها هي بدايه قصه النجاح. طب هو كتر الناس كويس ولا وحش؟ كل واحد بيعمل شغله وفي حد مونيتورنج الشغل ده كمان. عمليه سريعه وسيف والمريض يبقى ساتسفايد وكل ده في وقت قصير جدا. بدايه التفكير في المنظومه او في الحكايه كلها بدأ في 2009 لما خدت قرار ان انا عايز اشتغل جراحات السمنه بطريقه مختلفه. انا دايما طبيعتي لما بحب اعمل حاجه بحب ادرسها حلو قوي وبحب اعملها بشكل مختلف. هي يعني طبيعه فيا بحب اعملها كده. في الوقت ده انا عملت حاجه لطيفه قوي. عملت ايه؟ بدأت اخد تور كده في كل البلاد اللي بتشتغل جراحات سمنه او المميزه في جراحات السمنه. رحت كذا بلد مشهورين قوي بجراحات السمنه في الوقت ده. يمكن الوقت ده كان برضو التطور في جراحات السمنه ما كانش كبير قوي، لكن كان في بلاد سابقانا في الحته دي كويس. كل بلد رحتها بدات اسجل نوتس كده عندي وافكر ايه اللي مخلي ده ناجح، طب ده انجح من هنا، طب النجاح ده وصل له ازاي. لقيت ان اكتر نقطه فارقه في كل البلاد دي او في كل الموضوع هي اوضه العمليات. غرفه العمليات نفسها هي بدايه قصه النجاح. هي المكان اللي انت بتاخد فيه القرار جوه العمليات تعمل ايه وتطلع نتيجة كويسة جدا. لما بتعمل عملية مظبوط بتوصل لمتابعة كويسة، مريض ساتسفايد وسعيد وحاسس ان كل حاجة بالنسبة له حلو. فبدأت أفكر، لقيت ان الموضوع جوه أوضة العمليات لوحدها متقسم ل3 محاور. أول محور فيهم هو الناس اللي شغالة جوه أوضة العمليات، البيرسونال أو التيم. أول ما بدأنا نشتغل كان زي ما كل الناس كانت بادئه، ويمكن لسه في ناس لغايه دلوقتي شغاله كده. كان اللي بيشتغل عمليات السمنه عباره عن جهاز المنظار، دكتور تخدير واحد، انت كجراح بتشتغل العمليه ومعاك يمكن كاميرا مان يشتغل معاك، ونرس. دي كانت بدايه الناس اللي شغاله في جوه العمليات. بدات افكر، لقيت انه لا، انا محتاج التيم ده يكبر اكتر من كده شويه، ومش بافراد بقى يزيدوا عدد وخلاص، لا، كل واحد يبقى تريند بطريقه معينه عشان يعمل جوب بتاعته باحسن طريقه. طب هو كتر الناس كويس ولا وحش؟ هو كويس لو كل واحد بيعمل حاجه مظبوط، ووحش طبعا لو زحمه وخلاص. فبدات كل واحد اضيفه للتيم اخليه يبقى تريند على حاجه معينه انا عايزها منه. فوصلنا لايه بالتيم دوت؟ وصلنا ان انت كجراح شغال معاك اسيستنت 2 وكاميرا مان 2 نيرسنج على ترابيزه العمليات، واحده بتساعدك وبتناول، واحده بتجهز الدباسات والحاجات دي كلها. ستاف التخدير كان الاول دكتور تخدير، بقوا 2 دكاتره تخدير، واحد شغال معاك والتاني كانه مونيتورنج كل حاجه او السيستم كله. كل واحد في دولت عمل التريننج بتاعته، يمكن كل واحد في مكان مختلف، عشان نوصل لتيم بروفيشنال بيشتغل دلوقتي في هارموني مش ممكن حد يتخيله. الموضوع ده بيعمل ايه؟ بيخلي الشغل جوه اوضه العمليات اولا ما بياخدش وقت، تاني حاجه سيفتي غير طبيعيه لانه كل واحد بيعمل شغله وفي حد مونيتورنج الشغل ده كمان. فالحاجه بتتعمل بسرعه جدا بشكل منظم جدا. العمليه نفسها ما بتاخدش وقت، بتدي نسبه سيفتي عاليه قوي. ويمكن انا شايف ان ده اعلى او افضل منظومه موجوده. يمكن انا شايفها من وجهه نظري طبعا انها افضل منظومه ممكن توصل لها، تطلع لك عمليه سريعه وسيف والمريض يبقى ساتسفايد وكل ده في وقت قصير جدا. فده بالنسبه لي كان اهم محور، اللي هو التيم اللي شغال جوه اوضه العمليات.